هو يعني ايه معمول اصلا؟ انك كده جبت طاسه مع بيضتين وقمت حاطط عليهم شويه عجوه. ما تضايقش دماغك معايا. تفتكر مين هم مملوك المعمول في مصر؟ تعالوا نشوف. هو يعني ايه معمول اصلا؟ معمول يعني كحك. شفت سهله ازاي؟ والحاجه المميزه في المعمول انه بيكون غرقان في السمنه البلدي او الزبده. تقول لي طب ليه بيقولوا عليه معمول مش كحك؟ اقول لك اختلاف ثقافات يا سيدي. احنا في مصر بنقول عليه كحك، اخواتنا في السعوديه ودول الخليج بيقولوا عليه معمول. ما تضايقش دماغك معايا. اللايك شابع عشان الفيديو يطلع فوق، ولو لسه ما عملتش فولو او سبسكرايب بنصحك انك تعمل ده عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه من احمد منى. تعال نشوف مين هم مملوك المعمول في مصر. جايب لكم النهارده 6 انواع من المعمول اللي موجود في السوق المصري. وانا جايب علبه من كل نوع عشان الحلقه دي تبع مبادره حقهم يجربوا. واللي ما يعرفش يعني ايه حقهم يجربوا، احنا زي ما بنجرب منتجات او اكل في الحلقات بتاعتنا بنفرح ناس تانية وبنخليهم يجربوا معانا. اول نوع وده تقريبا اشهر نوع كلنا بنشوفه وهو حلواني. العلبه دي سعرها 58 جنيه وجواها 16 كيس، وكل كيس جواه قطعتين، يعني تقريبا الكيس الواحد سعره 3 جنيه ونص. نفتح ونشوف. ده ما طلعش كيس، طلعت علبه شكلها شياكه كده. جوه العلبه دي بقى في كيسين. فبالنسبه للتغليف، التغليف كويس جدا. بالنسبه للنجمه الثانيه وهي القيمه او القيمه مقابل السعر، اكيد طبعا هياخدها. كده هندخل على الطعم. من المعلومات المهمه اللي مكتوبه على الكيس ان هم بيستخدموا زبده بقري. شكل المعمول او الكحك طبعا من المكونات الاساسيه للمعمول بيكون دقيق قمح، تمر او العجوه اللي جواه. بسم الله. دي كده كميه العجوه اللي موجوده جوه. حاسس ان كميه العجوه اللي جوه مش كتيره. طعم الكحك حلو بس مش حاسس بالزبده البقري زي ما هم بيقولوا. انا فاكر ان انا دقت المعمول ده زمان كان بيلكمني، دلوقتي انا حاسه بقى اخف شويه، بس الطعم حلو. بالنسبه للطعم فمعمول حلواني هياخد معايا نجمه واحده مش نجمتين. اذا النتيجه النهائيه الحلواني 3 نجوم. اللي بعده تاني نوع معايا وهو ابو عوف. في حاجه مختلفه في ابو عوف عن حلواني، ان هم كاتبين من هنا ان هو تمر مجدول. انا الصراحه مش متاكد اذا كان فعلا هو تمر مجدول بجد ولا لا، لان تمر المجدول اللي ما يعرفش هو من اغلى انواع التمر. خلينا ندوق. سعر العلبه دي 35 جنيه وفيها 12 كيس، يعني تقريبا سعر الكيس الواحد 3 جنيه برضه. المكونات تقريبا هي دقيق قمح وزبده وتمر فاخر طبيعي. هنشوف بقى موضوع الزبده ده شكل الكيس من جوه. باكنج شياكه. بينزلوا منه انواع ثانيه، بينزلوا تقريبا بالقرفه وكام حاجه تاني كده. انا كنت عايز اجيب الساده هي بس ايه قصرت. بس هنا حجم المعمول اكبر من حلواني. ريحه الزبده هنا اعلى من حلواني. ندوق بسم الله. طعم التمر وكميه التمر اكتر. بصوا طعم المعمول نفسه غني اكتر وطعم الزبده واضح قوي. رايق ده. طبعا القيمه مقابل السعر هياخدها. كده ابو عوف هيكون معايا نجمه التغليف، قيمه مقابل سعر، وهياخد نجمتين الطعم. اذا النتيجه النهائيه لابو عوف 4 نجوم. النوع اللي بعد كده بيسكو مصر. معمول بالتمر الفاخر غني بالسمن البلدي. سعر العلبه 36 جنيه وجواها برده 12 كيس. هم تقريبا كلهم بنفس السعر، يعني التغليف بتاع بيسكو مصر اقل شويه. يقول لك من هنا سوليتاب وبتاع. كيس نفسه من جوه اصغر. بالنسبه لنجمه التغليف ياخدها، يعني هو مش ضايع قوي. هنشوف موضوع السمن البلدي ده. هنا حجم المعمول زي حجم ابو عوف، بس تحس الدقيق هنا اخشن شويه. بسم الله. التمر من جوه اقل من ابو عوف. طعم السمنه باين في المعمول، بس طعم السمنه مش قد كده، يعني ابو عوف عجبني اكتر. فبالتالي بيسكو مصر هياخد نجمه التغليف، قيمه مقابل سعر، ونجمه واحده للطعم. نفصل بقى بحاجه مش مصري. عرجون او عرجون على حسب بقى بتتنطق ازاي. معمول بالتمر انتاج سعودي. سعر العلبه دي 43 جنيه. مش مكتوب فيها كام قطعه، مكتوب عليها ان هي 280 جرام. تغليف الصراحه شكله شياكه. معمول من السميد، واللي ما يعرفش ايه هو السميد، هو نوع من انواع القمح، بس لما بيجي يطحن طحنته ما بتبقاش زي الدقيق، ما بيبقاش بودره، بتبقى طحنه خشنه شويه، وبيتعمل منه حاجات زي البسبوسه مثلا. عشان كده بتلاقي البسبوسه بتكون عباره عن حبيبات خشنه كده. نفتح عرجون ونشوف ايه الكلام. ده شكل الكيس اللي جوه. موجود من جوه كميه كبيره، يعني دول اكتر من 12 تقريبا. هعد بسرعه كده. في تقريبا 23 واحده، واي نعم حجمه صغير تحسه عامل زي البونبوني كده، بس تعالوا نفتح وندوق. هنا هو شكله مش دائري، شكله تحسه مستطيل، وشكل الكحكايه فعلا او المعمول اخشن شويه. بسم الله. بوم. طعمه حلو قوي، مختلف فيه عن كل الانواع اللي فاتت، ان طعم العجينه نفسها او طعم المعمول نفسه حلو قوي. كميه التمر اللي موجوده جوه كميه محترمه. الحاجه المختلفه جدا ان في طعم فانيليا حلو قوي. اللي فات كله ما كانش فيه طعم فانيليا. بصراحه عرجون هياخد نجمه التغليف، قيمه مقابل سعر، لان انت لو حسبتها هتلاقيه تقريبا هو نفس السعر بنفس الكميه بتاع اللي فاتوا، متغلف بس بحجم اصغر شويه. هياخد نجمتين الطعم، فكده مع 4 نجوم. وهياخد نجمه الاستاكه من المانجو، لان طعمه الصراحه حلو قوي قوي، والتغليف بتاعه مختلف. ما دام خد النجمه الخامسه يبقى عرجون ده ياخد المانجو ستام او ختم المانجو. اللي بعده يلا زادنا. كاتبين عليه معمول بالتمر السعودي، انتاج مصري. سعر العلبه دي 36 جنيه وفيها 12 قطعه، يعني برده ب 3 جنيه. التغليف بتاعه شكله شياكه. اللون الاسود ده كده مع لون المعمول من بره مع التمر مديله شكل لطيف جدا. نفتح وندوق الطعم. ده معمول من دقيق القمح العادي، مش معمول من السميد. شكل الكحكايه اهو. بسم الله.
المعمول طعمه حلو قوي. المختلف فيه بقى ان هو اخف من اللي فاتوا كلهم، يعني كميه المعمول مش كبيره، هو مزود كميه التمر من جوه، عامله ميكس بالنسبه لي انا لذيذ. طعم الفانيليا باين، طعم البلح من جوه عجوه قوي، كانك كده جبت طاسه مع بيضتين وقمت حاطط عليهم شويه عجوه. استغربش في ناس بتحب تعمل عجوه بالطريقه دي، انا مش منهم على فكره. الخلاصه ان طعم البلح فريش قوي. كده زادنا ياخد تغليف قيمه مقابل سعر، نجمتين الطعم، ويستاهل زي عرجون نجمه الاستاك. فزادنا كمان هياخد 5 نجوم معاهم المانجو ستام. كده المنافسه بقت شرسه قوي. اخر نوع معايا اسمه معمول الطحان. الطحان ده بقى انا شفت منه كذا شكل موجود في السوق، انا جبت الشكل ده. العلبه دي فيها 18 قطعه وسعرها 54 جنيه، يعني تقريبا القطعه سعرها اقل من 3 جنيه، وده يعتبر اقل سعر في الحلقه. تغليف من جوه مش بطال، هو الوحيد فيهم كلهم اللي مكتوب عليه من هنا ان هو 100% نباتي. شكل المعمول هنا محمل، ده تقريبا اكبر حجم موجود معانا في الحلقه النهارده. شكل الدقيق هنا خشن برضه، بسم الله. كميه العجوه اللي جوه حلوه قوي، كميه كبيره. طعم المعمول نفسه مايل اكتر لحلواني، كميه العجوه كتيره، حجم المعمول حلو، سعره كويس جدا، لكن في الطعم في حاجات في الحلقه كان طعمها احلى منه. علشان كده انا هديله نجمه التغليف، نجمه القيمه مقابل السعر طبعا، وهياخد نجمه واحده للطعم. ليه؟ لان انا ما اقدرش اديله نجمتين واساويه بابو عوف مثلا، لان طعم ابو عوف احلى. ده مش معناه ان هو طعمه مش حلو، هو طعمه حلو بس فيه احلى. طيب الخلاصه ايه بقى؟ كل اللي احنا دقناهم في الحلقه النهارده مفيش حاجه ضايعه، بس في حاجات عاديه وحاجات حلوه وحاجات جامده. بالنسبه لتفضيلاتي انا الشخصيه، فانا هروح لعرجون وزدنا، الاثنين طعمهم مميز جدا والسعر تقريبا واحد. بس كده، دي كانت حلقه النهارده واللي قدرنا نحدد فيها مين هم ملوك المعمول في مصر. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والسبسكرايب لو لسه انتم ما عملتوش ده، عشان ده اكبر دعم انتم ممكن تقدموه لاخوكم وحبيبكم المانجا. لو عندكم افكار او حاجات عايزيننا نجربها مع بعض هنا، اكتبوا لي ده في الكومنتات عشان نجيبها ونجربها مع بعض. واخيرا لكل المانجو لافرز، سي يو.